يا مساء السعادة والسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة أكلنا، ولأول مرة تشوفيني أنا اسمي ندى الحديدي. طبعا أتمنى تشتركي عندي في القناة. يا جماعة النهاردة هنعمل أكلة حرشة محببة جدا 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 لقلبي، وعايزة كل الناس تعملها لأن هي طعمها حلو. يا جماعة مش عايزة أقول لكم طعمها بتأكل أكل. تعالوا بس نشوف هنعمل ايه مع بعض، يلا بينا. تكوني محضرة حلة حطها على النار وحاطة فيها 4 معالق تقريبا من الزيت، مش كتير يعني. وتكون الحلة سخنة والزيت سخن، انزل عليها ببصلاية متوسطة مقطعة زي ما انت شايفة كده مكعبات صغيرة. بعد كده هديها تقليبه حلوه وهسيبها لغايه لما تبتدي تخش على لون. انا مش هدي لون، انا يعني تخش على لون ان هي تبقى مصفر يعني صفرة بس فاتحه شويه. وعشان ما اطولش عليكم هروح ابصوا اهو. خدت اللون الحلو اللي احنا شايفينه ده، هنزل عليها بفصين من الثوم. كميه التوم حسب ما انت عايزه، عايزه تكتري كتري، عايزه تقللي قللي، مش عايزه التوم براحتك خالص. هنديها تقليبه حلوه لغايه لما اول لما يعني ريحه التوم كده تدخل في مناخيرك كده، اول ما تشميها تمام هتنزلي عليها بالصلصه. ليه بقى بقول اول ما تشمي التومه تحطي على طول الصلصه؟ انا مش عايزه التومه بتاعتي تتحرق، لانها لو اتحرقت هتدي طعم ممرر والاكله بتاعتي هتبوظ خالص. بعد كده نحط الصلصه بتاعتنا، وهنحط بقى ملح وفلفل وشطه يعني حسب الرغبه، عايزه تكتري كتري، ومعلقه سكر علشان تعدلي الحموضه بتاعت الطماطم بتاعتنا. لو الطماطم بتاعتك مسكره وحلوه متحطيش خالص سكر. هديها تقليبه حلوه واسيبها لغايه لما تاخد وتدي مع بعضها وتتسبك شويه، وارجع لكم على طول. اتسبكت زي ما انت شايفه، اكون محضره فول مدشوش نقعاه لمده ساعتين تقريبا. يعني انا تقريبا كنت مستخدمه ربع كيلو من الفول المدشوش. هديله تقليبه حلوه وهتسيبيه بقى على النار. كل ما الميه بتاعته تقل تزودي شويه ميه سخنين، بس ايه يعني بق كده، بق مش اكتر من بق، خلاص لغايه لما يستوي خالص خالص خالص. انا عايزاه يكون مستوي تكليكه يدوب في بقك، خلاص كده خلاص. تعالوا بقى نعمل الطبق الديناميت. انا مسميه الديناميت لانه بياكل اكل يا جماعه فظيع. هتجيبي فلفلايه خضراء وفلفلايه حمراء وثوم وليمون، تمام كده. هنزل عليهم بملح وشطه وكمون وكزبره. الطبق ده تعمليه جنب اي اكله مهما كانت، بصي هتسيب الاكل كله وهتمسكي فيه هو لوحده من حلاوتها وطعمتها. رهيبه يا جماعه رهيبه. انا ممكن اعمل سندوتشات واقعد اكله كده مع نفسي. بعد ما حطينا البهارات بتاعتنا الجميله بايد الهون بقى الحلوه دي، وتقعدي تدقدقي، وعلشان ما صدعكوش هروح ادق واجي بسرعه. وبعد ما تدقيه تحطي عليه الليمون ده وترجعي لي بسرعه على طول. انا كده خلصت دقيته وظبطتها زي ما انتم شايفين. انا مش عايزاها مهريه، انا عايزاها برضو فيها قطع كده. هجيب بقى بوله كده او طبق كبير اعرف ان انا اقلب فيه. تكوني بقى قطعه بطاطسايه كده مكعبات صغيره ومحمراها، وكمان تكوني مقطعه بتنجان برضو مكعبات كده ومحمراه. وعلشان بتنجان يبقى مقرمش معاكي كده وحلو، حطي عليه شويه دقيق وشويه ملح، وبعد كده تحمريه على طول اهو زي الفل. هتنزلي عليه بايه بقى؟ بشويه بقدونس او كزبره، الطعم اللي انت بتحبيه استعمليه. انا مش هقولك بقدونس ولا كزبره، اللي انت بتحبيه، الطعم اللي انت يعني بتحبي تدوقيه في الاكل. انا بحب البقدونس فحطيت بقدونس. هنزل عليهم بقى بالخلطه اللي احنا عاملينها قبل كده ودقينها ومظبطينها. وبعد كده تقلبي كل الحلويات دي كلها مع بعضها تقليبه حلوه كده، كله يخش مع بعض وكله ياخد من طعم بعضه. عايزه اقول لكم لازم تجربوها، لازم يا جماعه تجربوها، تقولي في الكومنتات ايه رايكم، لان هي بجد تحفه. وبعد كده هعمل ايه؟ بعد ما قلبتها زي ما انتم شايفين، انا هروح بقى احطها في الطبق اللي انا هقدم فيه وهرجع لكم على طول، عشان في حاجه مهمه لازم تحطوها فوقيه. بعد ما خلصتها تكوني محضره سلطه الطحينه. سلطه الطحينه عاديه خالص، انت بتعمليها مع الكباب والكفته والكلام ده وتحطيها فوق الوش. يا حلاوتها تحفه تحفه. وطبعا عشان هجملها شويه احط شويه بقدونس ونص ليمونيه حلوه كده للي عايز يزود ليمون. والف هنا وشفا على قلوبكم. تعالوا بقى بعد ما نحط الليمونه، لازم احط الليمونه فوق الوش طبعا اهو. كده خلاص تمام. تعالوا بقى بعد ما خلصنا نقدم الاطباق بتاعتنا الجميله مع بعض، يلا بينا. الفول عسل عسل، والسلطه بتاعت البتنجان والبطاطس دي تحفه. يا ريت تجربوا الاطباق دي وتقولي رايكم في الكومنتات ايه. واتمنى طبعا اللي يشوف الفيديو بتاعي ويكون خفيف على قلبه والوصفه بتاعت النهارده عجبته يشترك عندي في القناه ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد.
اشوفكم بقى المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. يا جماعه جربوا الطبق ده اهو ده اهو ده اهو هو اللي عليه العين. تحفه. في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.